ورجعنا لكم وموضوع حلقتنا النهارده بحيرة المنزلة، والتي تمثل ثروة غير عادية، للأسف ثروة أوشكت على الانقراض. بحيرة المنزلة ليها أهمية خاصة، وده اللي هنعرفه من ضيف حلقتنا النهارده الأستاذ سالم هاشم، الصحفي بجريدة الشروق نيوز. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ هاشم، عايزين نعرف من حضرتك مشكلة بحيرة المنزلة. والله قبل ما اعرض على حضرتك مشكله بحيره المنزله احب اعرف بحيره المنزله تطلع ايه. اتفضل. بحيره المنزله هي البوابه الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه. البوابة؟ بحيره المنزله هي البوابه الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه المطله مباشره على البحر الابيض المتوسط. تمام. بحيره المنزله انتاج سمكه 48% من انتاج بحيرات مصر. معانا حضرتك صوره البحيره على الهواء. دي يا فندم بتمثل التعديات اللي تمت على شط البحيرة، والجزء الأخضر ده بيمثل عدم اهتمام هيئة الثروة السمكية بالأعشاب اللي بتطلع في بحيرة المنزلة. يعني حضرتك عايز تقول لي إن الجزء الأخضر دي أعشاب مضرة طبعا للبحيرة؟ ده ورد النيل، ده ورد النيل طبعا. تمام تمام. نرجع تاني يا فندم بقول لحضرتك إن بحيرة المنزلة البوابة الشرقية. بحيرة المنزلة إنتاج سمكة 48% من إنتاج بحيرات مصر. بحيرة المنزلة تشغيل 1,000,000 مواطن مصري من عند صيد الأسماك وحتى وصولها للمستهلك. بحيرة المنزلة محمية طبيعية لمنطقة أشتوم الجميل وتل أشتوم الجميل تمام. وتل تنيس ابن سلام. بحيرة المنزلة مورد طبيعي لا يقل أهمية عن منجم السكري، بل بالعكس وأمن منجم السكري. منجم السكري يستنفذ طاقته، لكن بحيرة المنزلة بعوامل الطبيعة ما تزال تثمر وتعطي، وهذه لحكمة يعلمها الله. تمام. إيه مشكلة البحيرة؟ مشكلة بحيرة المنزلة، بحيرة المنزلة كانت تساوي 750 ألف فدان. 750 ألف فدان. تمام. تقلصت لعند 125 ألف فدان. وإيه السبب؟ عوامل التجريف، عوامل التجفيف، عوامل التعديات الداخلية. يعني منها مثلا عوامل التجفيف من أجل الاستصراع النباتي. الايه؟ الزراعة النباتي، أراضي زراعية. تمام. التعديات، عوامل التجفيف الثانية للإنشاء العمراني. الإنشاء العمراني، تمام. ويمثل ذلك محافظة الإسماعيلية. محافظة الإسماعيلية كانت كلها بتطل على بحيرة المنزلة. النهاردة اتجففت بحيرة المنزلة من عند إسماعيلية، وخرجت محافظة الإسماعيلية من بحيرة المنزلة. يعني حصل جفاف من ناحية إسماعيلية لبحيرة المنزلة. محافظة إسماعيلية كاملة. تمام. محافظة إسماعيلية كاملة خرجت من بحيرة المنزلة. بحيرة المنزلة كانت بتطل على بورسعيد، بتطل على إسماعيلية، بتطل على الشرقية، بتطل على الدقهلية، بتطل على دمياط. طيب أستاذ سالم، مساحة بحيرة المنزلة قد إيه تقريبا؟ المساحة الحالية 125 ألف فدان، والصالح منها للإنتاج السمكي 50 ألف فدان. يعني إيه التفاوت في الأرقام الغريبة دي؟ تمام حضرتك، احنا دلوقتي قلنا الصالح منها 50 ألف فدان من 125 ألف فدان، يبقى عندي 75 ألف فدان. نسأل هما فين؟ الصورة معانا حضرتك. طبعا ده بتمثل ورد النيل والتعديات، والمركب ده اللي عليها حضرتك براميل تقريبا. براميل دي بتحمل مواد بترولية وبتدخل بحيرة المنزلة للتعديات اللي داخل بحيرة المنزلة. بتروح فين؟ المواد البترولية دي اللي بتعدي في بحيرة المنزلة بتروح فين؟ يا فندم في جزر في بحيرة المنزلة اللي هي اسمها حوش بلغة الصيادين. حوش دي حوش أو جزر لفاعل. بيبقى عليها ماكينات ري، بيبقى عليها هناك مواتير، بيبقى في أدوات أو آلات محتاجة البترول ده. دي بتمثل كتلة التعديات داخل بحيرة المنزلة. طب والمراكب دي ما بتأثرش على الأسماك أو على البحيرة؟ لو على المراكب فقط ما فيش مشكلة، لكن هناك كارثة صحية بتمثل خطر مباشر على صحة المواطن عن طريق الأسماك
اخطر من البترول. ما ده اللي احنا بنقوله بقى، ان الاسماك طبعا بيحصل لها ضرر، فبالتالي بيروح طبعا يا فندم. للمستهلك او للمواطن. اكيد تمام. اكيد. حضرتك كم نوع سمك في البحيره؟ احنا عندنا مثلا العائله البوريه، البوري، البلطي، المنزله طبعا معروفه طبار، بالبوري. طبعا الدنيس، القاروص، تعبان السمك. لكن الانواع دي كلها يا فندم يعني حوالي 7 انواع مثلا. تقريبا. اللي بحيره المنزله بتنتجه النهارده نوعين منها، يعني اللي هو البلطي. نعتبر افتقدنا 5 انواع من بحيره تمام المنزله. سعادتك، تمام سعادتك، وهناك عوامل ادت لذلك. يعني النهارده اللي عندنا النهارده السمك البلطي والبوري. وايه العوامل بقى اللي ادت لذلك؟ اللي ادت لذلك احنا عندنا بواغيز بتيجي، او هي قنوات. يعني ايه بواغيز؟ القنوات اللي بتمرر مياه من الصحي. البحر الابيض المتوسط لبحيره المنزله. الميه المالحه. الميه المالحه. تمام. اللي بتدخل معاها انواع الاسماك الغريبه. ولكن للاسف النهارده الانواع دي عشان تدخل بحيره المنزله، اول بوابه بتقابلها بوابه لصوص الزريعه على مرأى ومسمع طبعا الشرطه. تمام. طب هي البحيره يعني ايه الضرر اللي بيقع عليها؟ هل عليها او بيروح لها مصارف صحيه، ولا ايه الضرر اللي بيقع عليها بالظبط؟ والله حضرتك هي بتمثل خطر في الامن القومي، بتمثل خطر في الامن الغذائي، وده حضرتك هنقول ان دمار بحيره المنزله الاسباب الرئيسيه فيه ان فيه 9 مصارف بيصبوا مخلفاتهم في بحيره المنزله، ما بين مصارف صرف صحي وما بين مصارف اراضي زراعيه. اخطر هذه المصارف مصرف بحر البقر الواصل من القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، بورسعيد والدقهلية والشرقية، وبيصب مباشرة بدون معالجة في بحيرة المنزلة، وده بينزل يومي 1.5 مليون متر مكعب مياه غير معالجة لصرف صحي في بحيرة المنزلة. تمام. طيب حضرتك هناك باقي المصارف بتصب 6 مليون متر مكعب يومي من مصارف الأراضي الزراعية والمصارف الصحية لدمياط. كم مصرف تقريبا؟ هم 9 مصارف. 9 مصارف. 9 مصارف كتير قوي. طبعا. طيب يعني من وجهة نظر حضرتك ايه الحل؟ والله احنا قبل ما نقول الحل احنا عايزين نقول الأخطار بحيرة المنزلة دلوقتي. الايه؟ أخطار بحيرة المنزلة. أخطار على صحة المواطن وعلى أمن المواطن المحيط ببحيرة المنزلة. حضرتك بتقول صرف صحي، فأكيد ده خطر على صحة المواطن. نقص أنواع السمك. النهارده يا فندم بحيرة المنزلة لما صب فيها 9 مصارف واختارها مصرف بحر البقر. حضرتك دي التعديات الصارخة داخل بحيرة المنزلة، في ظل إن فيه ميزانية بتنزل سنويا بحيرة المنزلة ولكن تستنزف دون أي تنمية، والصورة موجودة قدام حضرتك. مفيش أي تنمية في البحيرة. يعني الميزانية كام تقريبا؟ والله هي متفاوتة. أنا آخر ميزانية يعني سمعتها إيه يعني أنا السنة دي هعمل لك 100 مليون، السنة الجاية هخليهم لك 50 مليون فعلا. ولا بتبقى في ميزانية ثابتة؟ لا متفاوتة، ولكن مفيش أي جدوى منها، مفيش أي تنمية داخل البحيرة. ومين المستفيد بقى من الميزانية؟ الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. طيب برضو حضرتك ما قلتلناش إيه الحل من وجهة نظرك باختصار، أو تبلور لي الحل كده من وجهة نظرك. الحل مش في يد المسؤولين القائمين على بحيرة المنزلة النهارده، لأن المشكلة قائمة من سنوات كثيرة جدا، وحضرتك قدمت شكاوي قبل كده كتير جدا، ومش أنا واللي سبقوني بأجيال الأجيال بل الأجداد. يعني ولكن عايزين نقول إن المسؤولين مفيش يا فندم مطنشينها خالص. مفيش وقوة القوة اللي في البحيرة هم مش قادرين عليها. ليه؟ قوة التعديات اللي في البحيرة مش قادرين عليها ليه؟ قصته نفوذ. نفوذ ايه حضرتك؟ معلش ثواني، نفوذ ايه ومين؟ يا فندم النهارده لما اصور لك التعديات اللي في البحيره عباره عن حواش، مفيش قانون بيسمح لاي حد يعمل حاجز او يعمل مكان مخصص في مسطح مائي، مفيش قانون بيسمح بكده. ولما تنزلي بحيره المنزله النهارده تلاقي فيه حوش وتلاقي فيه جزر وتلاقي فيه مزارع سمكيه خاصه للاباطره
على مرأى ومسمع واعين الشرطه وهيئه طيب الثروه السمكيه. حضرتك الصورة دي ممكن حضرتك تشرحها لنا؟ الصوره دي في ميناء الشبول. مم. حضرتك لو تشوفي عندك ده القنال اللي واصل من بورسعيد لحد دمياط. من بورسعيد من لدمياط. بورسعيد لدمياط. تمام. لو حضرتك تبص، هو المفروض يكون اقل شيء حوالي 300 متر عرضا او اقل بشيء بسيط. النهارده ما عادش 50 متر تم التعديات عليه، وتم التعديات عليه بعوامل الطبيعه لعدم تفعيل دور هيئه الثروه السمكيه في تطهير البحيره. لو حضرتك شايفه هنا البوص وشايفه الغاب، الصوره دي بتحكي عن تهريب الزريعه بعد صيدها. زراعة السمك. زريعه السمك بيصطادوها ويهربوها. يصطادوها من البوغاز مباشره وتدفع اللي فيها هي اللي رشاوي بيدخل من البحر الابيض المالح لبحيره للبحيرة. لبحيره المنزله. تمام. تمام. طيب هو في هنا سؤال حضرتك، انت قلت ان البحيرة امن قومي غير مؤمن، الكلام ده حضرتك متأكد منه؟ طبعا يا يعني فندم. هي امن قومي غير مؤمن؟ لما نقول حضرتك ان هي البوابه الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه وما فيش امن على حدودها من على البحر الابيض المتوسط، مش مؤمن. فيش. لما ندخل بحيره المنزله كل ما هو متعدى على القانون وخارج على القانون متخذ البحيره بؤره الاختباء من الحكومه والبعد عن اعين الشرطه. طب لا، وهل وذلك المسؤولين ما عندهمش فكره بالكلام اللي حضرتك بتقوله للاسف علشان يأمنوا بحيره زي دي ثروه بالنسبه لهم؟ للاسف كل شبر معروف بحيره المنزله ومخاطر بحيره المنزله معروفه. طب من وجهه نظرك ليه المسؤولين سايبين الموضوع؟ ليه ما حدش بيسعى من المسؤولين لحل مشكله بحيره المنزله؟ والله يا فندم احنا لحد النهارده يعني اخر مسؤول كان ناوي يمشي في بحيره المنزله او حل مشاكل بحيره المنزله كان هو المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق. يعني حضرتك بعت الشكوى بالفعل للسيد رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب، وتم اسناد ميزانيه واسناد مشروع تطهير بحيره المنزله تقريبا لشركه عثمان احمد عثمان. حضرتك سيد ابراهيم محلب اصدر قرار مثلا بحل مشكله بحيره المنزله؟ بالفعل يا فندم. طيب وليه ما اتحلتش لما كان ساعتها هو السيد رئيس الوزراء؟ هو حضرته طبعا خلاص مشي وبعدين رصد المبلغ. يعني هو مشي الموضوع نام؟ الموضوع نام. يعني المسؤولين اللي جم بعده الموضوع نام. ولو قلنا ان المشروع هم ماشيين فيه دلوقتي بقى الخطى متثقله جدا، ما فيش تنميه، ما فيش حاجه ظاهره. زائد ان قالوا ان في قنوات هتتعمل في بحيره المنزله. القنوات دي لو اتعملت الصرف الصحي او رواسب المصارف الصحيه لازم بالطبع تردم تاني القنوات اللي هتتعمل في بحيره المنزله. طيب استاذ سالم، من وجهه نظر حضرتك برضه تتامن ازاي؟ يعني ممكن البحيره دي تامن ازاي؟ تامينها سهل جدا. ازاي؟ واحد، ان احنا ندخل الميه المالحه على بحيره المنزله علشان اختلاف انواع الاسماك مثلا؟ لا. ها. واحد، ان هي لو دخلت الميه المالحه السدود المقامه في بحيره المنزله على هيئه حوش مواد عضويه لو دخلت عليها الميه المالحه هتاكلها. اتنين، لو دخلت الميه المالحه هتاكل البشنين وهتاكل البوص، فهيصبح بحيره المنزله هتصبح مسطح مائي ابيض محدش يقدر يختبئ فيه. بقت مكشوفه. تمام. طيب ممكن حضرتك تقول لنا عدد الصيادين المستفيدين من البحيره؟ والله سابقا كان ممكن نقول نص مليون تقريبا. نص مليون او يزيد. نص مليون او يزيد. مش وحضرتك النهارده ما بنعتمدش ان نص مليون هو المستفيد الوحيد، لا، في اكتر، لان في تاجر وفي تاجر قطاعي وفي لحد ما توصل للمستهلك. الجمله والجمله طبعا لحد ما توصل للمستهلك، لحد ما توصل. شوف انا بشغل قد ايه. تمام. شوف انا بطلع انتاج سمكي قد ايه، سعه البروتين. تمام. السمكي في بدل استيراد الاسماك المجمده من الخارج لمصر قد ايه تقريبا؟ 48% من انتاج اسماك بحيرات مصر. 48%؟ ولكن البحيره دي لوحدها 48%. طبعا. لكن النهارده بالعوامل الفساد اللي فيها طبعا النسبه قلت بكتير جدا. النسبه بقت كام تقريبا؟ لا دي غير محصوره، ممكن نقول نص الانتاج اللي قلناه او اقل. يعني هنقول حاجه و20%؟ حاجه و20%. وغير صالح. وغير صالح كمان للاستخدام الادمي، يعني غير صالح للمستهلك. اتربى يا فندم على الصرف الصحي. يعني بنعتبر احنا بناكل من المنزله عندكم سمك غير صالح
بل بالعكس هيجيب لنا يا المرض فندم، اللي داخل عليه صرف صحي. دلوقتي السمك اللي متربى على الصرف الصحي مم. هل يكون صالح للتناول الآدمي؟ اكيد لا. أنا مش أكيد بقول، لا. أنا بطلب رأي الطب فيها، بطلب رأي الدكتور جمال شيحة أحد المعانين في مجلس الشعب. استاذ جمال شيحة. أستاذ الدكتور جمال شيحة رئيس مركز الكبد المصري، لأن هو اللي يقدر يدي الإحصائية السليمة في المصابين بالكبد في بحيرة المنزلة. تمام، يعني انت عايز تفهمنا ان منتشر عندكم التهاب الكبدي الكبد الوبائي الوبائي طبعا في بحيرة المنزلة. في لما المنزلة. البواغيز لما منسوب البحيرة علا عليها، فأدى إن هي نسبة الماء اللي بتدخل منها قل جدا، ما عادش فيها ملوحة، بقت بؤرة صالحة للانتشار بالهريسيا. تمام. طيب عايز اعرف من حضرتك ايه الاسباب ان الصيادين بيطلعوا لاعالي البحار وبيتمسكوا خارج المياه الاقليميه؟ يا ايه فندم، الاسباب؟ الأسباب واحد، اللصوص الزريعة اللي بياخدوها من على القنوات المرة من البحر الأبيض للبحيرة أدت إلى تقليل وجود أنواع من السمك. فبيضطروا بقى يطلعوا لأعالي البحار. 2، الصرف الصحي يعني مش بيساعد على نمو السمك في بحيرة المنزلة. 3، التعديات الصارخة على مرأى ومسمع الحكومة، مش هقول الشرطة ولا هيئة الثروة السمكية، أدت إلى أن الصياد الحر يهرب. أنا النهاردة ليا نفوس في بحيرة المنزلة، بدخل أعمل جزيرة فيها، محدش، خلاص بقت ملكية خاصة بيا، محدش بيقدر يجي يصطاد فيها. والله ممنوع. اشتراها قانون، دي دولة لها قانون، بحيرة المنزلة دولة لها قانون يحكمها مين الأباطرة. مين اللي بيحكم القانون هناك في بحيرة المنزلة؟ الأباطرة. مين الأباطرة؟ أصحاب النفوذ، اللي هم بلطجية. مين؟ اللي هم مين؟ اللي معاه فلوس. اللي هم مين حضرتك؟ ما هو بص حضرتك، انا لما اجي اقول اباطره وناس هي اللي ماسكه الموضوع لازم اعرف هم مين. انا بتكلم عن وهم، اكيد انت عارفهم. مين يعلو على القانون؟ مين فوق القانون؟ كل ما يعني كل واحد معاه فلوس فوق القانون؟ اللي معاه فلوس لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. فوق القانون. وانا بقول في بحيرة المنزلة الكلام ده مش مظبوط. كل اللي معاها الظهر في بحيرة المنزلة فوق القانون، وبحيرة المنزلة عين بتحكي عن نفسها. يا فندم العدسة تتنقل بحيرة المنزلة. مفيش حد فوق القانون. ده الموجود حضرتك، يعني لحد اللحظة دي بحيرة المنزلة وأباطرة بحيرة المنزلة فوق القانون. طيب هنرجع وإلا تاني، ما كانش وصل الحال للوضع اللي احنا فيه. تمام. هنرجع تاني ان حضرتك اديت مبررات عن ان الصيادين بيطلعوا اعالي البحار. تمام. طب انت حضرتك شايف من وجهة نظرك ان ده مبرر ان هو يعمل الغلط ده؟ هو الموضوع ده مش غلط انه يطلع اعالي البحار ويتمسكوا خارج المياه الاقليميه؟ ده مش غلط يا فندم؟ لقمه العيش بتدفع المواطن. انا ثواني بس، ما تقوليش لقمه العيش حضرتك، ان انا اخلي واحد يسرق واقول لقمه العيش، ما خلوش يعمل حاجه غلط واقول لقمه العيش. حضرتك انا بسال ده مبرر؟ حضرتك ده مش مبرر، ولكن مش كل من طلع اعالي البحار خرج عن المياه الاقليميه. عندنا بدر الاسلام المركب وفي منهم بيتمسك خارج المياه الاقليميه طبعا. تمام، اكيد. تمام. ايا كان احنا مش بنشجع على الغلط طبعا، احنا لازم لينا قانون ونلتزم بيه عموما. طيب سؤال لحضرتك، حضرتك قلت لي انك رفعتوا شكوى، رفعتوها لمين وايه اللي حصل فيها؟ والله النهارده الهيئات المختصه تقدم آلاف الشكاوي من الصيادين البسطاء وغير البسطاء المهتمين بمشاكل بحيرة المنزلة، ولكن لا يبت في الشكاوي أو تصدر قرارات ولا تفعل في تنمية بحيرة المنزلة وهدم التعديات والسعي وراء حق الصياد الحر، الصياد البسيط، الصياد اللي ما عندوش ظهر يكون قوته واللي يخليه يعمل جزيرة خاصة في بحيرة المنزلة يقدر يربي فيها أسماكه. تمام، يعني نقدر نقول إن عدد كبير جدا من الصيادين قدم شكوى. كتير جدا. تمام. طيب وحضرتك قلت إن كانت آخر شكوى مقدمة للسيد رئيس الوزراء السابق السيد إبراهيم محلب مع تقديم مشروع إعادة إحياء بحيرة المنزلة لأحد أبناء بحيرة المنزلة وهو الأستاذ محمد النبلاوي. أستاذ محمد النبلاوي. مين أستاذ محمد النبلاوي؟ الأستاذ محمد النبلاوي ده المهتمين بمشاكل بحيرة المنزلة، وعمل بحث مطول وصنع مشروع وتقدم به لمراكز البحوث وأخذ براءة الاختراع عليه وقدمه للرئيس الوزراء إبراهيم محلب، مهندس إبراهيم محلب. ده آخر حاجة أنتوا قدمتوها؟ ده آخر حاجة اتقدمت. آخر حاجة اتقدمت.
تمام. والرد جه عليه قلت لي ان هو الرد بحث جميل جدا والاختراع ممتاز ويفيد بحيرة المنزلة، ولكن زيه زي آلاف الاختراعات وضعت على الرف. اتحطت في الدرج. طبعا. تمام. طيب مفيش اي نوع من انواع الرعايه اللي بتقوم بيها الحكومه للبحيره؟ يعني الحكومه سايباها كده ما بترعاهاش باي شكل لا. من الاشكال؟ لا، هي بتحاول تراعي، بس قوة البحيرة أكبر من قوة هيئة الثروة السمكية، أكبر من هيئة الشرطة القائمة على بحيرة يعني المنزلة. ايه قوه البحيره اقوى او اكبر من قوه الشرطه؟ يا فندم أنا أو بتكلم على الثروة 75% تعديات في بحيرة المنزلة. مش هقدر أغطيها مثلا وليكن ب20 فرد من المسطحات المائية في المطرية، زيهم في بورسعيد زيهم في دمياط. هيعملوا ايه؟ العدد قليل. ما يقدروش. تقصد ان الكميه ما يقدروش. اللي يعني زائد ان القانون غير شافي او غير مغلظ على المتعدين. يعني احنا النهارده المفترض ان يكون في اصدار قانون مغلظ على التعدي في البحيره. طب عايزين نستغل بحيره المنزله. انا النهارده هكلف الدوله ملايين الملايين عشان اعمل تنميه في بحيره المنزله. عندنا اقتراح بسيط جدا. فيه جزء كبير جدا من بحيره المنزله نبت فيه العشب ونبت فيه البوص بنسبه كبيره. انا ليه اكلف الدوله في حين ان انا ممكن اجي لمواطن واقول له تعالى انا هديك الجزء ده مثلا وليكن 10 فدادين، ما حدش بيستنفع منه طبعا ولا في سمك بيدخله، لانه عباره عن بوص سد منسوبه منسوبه علا عن البحيره بنسبه كبيره، فما عادش يصلح فيه حاجه. انا ممكن اديه لمواطن صياد واقول له نظفه لي واعملوا مزرعه خاصه بحق انتفاع مثلا وليكن ل5 سنين. خدوا ال5 سنين ببلاش. الجهه الحكوميه قصدك ان هي الجهه تقول الحكوميه تديه للمواطن، خد الجزء ده من البحيره نظفه وخدوا حق انتفاع ليك سي 10 سنين مثلا، واعملوا مزرعه وابتدي انتج ثروه سمكيه. انتج ثروه سمكيه بدل ما هو انا سايبه كده يعني بيشغل حيز من بحيره المنزله ومحدش بيستنفع منه اصلا، معدوم. فانا ليه ما استغلوش وبعد ال5 سنين او المده المفترض ان انا المتفق عليها بعد كده بستلم البحيره بعملها مسطح ابيض بدون ما اكلف الدوله حاجه. يعني ايه مسطح ابيض؟ مسطح مائي ابيض خالي من التعديات. يعني انا عايز حضرتك توضح للمشاهدين، مش كلنا فاهمين المصطلحات. مسطح مائي ابيض زي ما ربنا خلق البحيره، ميه عذبه او نظيفه او ما فيهاش شوائب، ما فيهاش حاجه. ترجع تاني بحيره حق لكل من يمتهن حرفه الصيد. يعني ما تبقاش ملكيه خاصه بقى، ما تبقاش تبقى ملكيه ملكيه عامه بقى الكل يستفيد بيها. ملكيه عامه للكل. احنا عندنا ماده في الدستور بتقول الماده 32 بتقول موارد الدوله الطبيعيه ملك للشعب. اكيد تلتزم أكيد الدوله بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاه حقوق الاجيال القادمه منها. اكيد. فين ده؟ ده حقنا. مفيش. طيب يعني نقدر نقول ان في ناس بتتعدى او بتتحايل على القانون، بتتجاوز القانون، او مش هاممها، يعني مش هاممها، مش هاممها بالفعل بالفعل. طيب يعني انت حضرتك تحب توجه رساله من خلال برنامجنا؟ فعلا انا بحب اوجه رساله للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه والحامل هموم البلد على اكتافه. تمام. بقول له يا ريس، صحة المواطن أمانة عليك، وبدل ما بنستورد السوفالد ونستورد عقارات وأدوية، تعال نحافظ على المواطن ونصدر قرار فوري بمنع الصيد في بحيرة المنزلة لحين الانتهاء من تطهيرها. تمام.